ولسه مكملين في سلسلة تطوير الذات. ومن أهم الحاجات اللي لازم تعملها علشان تطور ذاتك إن أنت لازم تخدع عقلك وتخليه من عقل مش عايز يعمل حاجة لعقل نشيط بيحب يعمل أي حاجة. وده هنعمله عن طريق خطوات بسيطة. أول حاجة لازم تعملها إن ابدأ تقسيم المهام. العقل الطبيعي بيميل إنه يعمل مهام صغيرة ويبعد عن المهام الكبيرة، فاحنا هنعمل ايه علشان نجاري العقل في اللي بيعمله وفي نفس الوقت نعمل اللي احنا عايزينه؟ هنقسم المهام لحاجات بسيطة عشان نقدر نعملها وعقلنا يستوعبها ويستمر في عمل الحاجة دي. تاني حاجة لازم نعملها هو ان احنا نفكر في المهام كتحدي لازم ننجزه مش كعبء علينا. والعقل الطبيعي بيحب يكسب التحديات الصعبة، فتلاقي العقل بيستجيب معاك كويس. تالت حاجة لازم نعملها كافئ نفسك على أي تقدم، أو بالبلدي كده أي حاجة حلوة أنت بتعملها، لأن ده هيخلي عقلك بيعمل الحاجة اللي هياخد عليها مكافأة عشان يفضل ياخد المكافئات. رابع حاجة لازم التخيل بتاعك يكون إيجابي مش سلبي. يعني أنا مش هقدر أعمل الحاجة دي، أنا مش هعمل الحاجة دي، لا، تخيلك ان انا هعملها وابقى ناجح فيها. يعني ببساطه تخيل نفسك ازاي هيبقى شعورك بعد لما تخلص مهمتك، وده هيخلي عقلك مستعد دايما انه يعمل هدفه. خامس حاجه خلي المهام زي العادات بتاعتك. يعني ببساطه لما تعمل الحاجات الصعبه كذا مره هتتعود عليها، وده هيخليها سهله بالنسبه لك. سادس حاجه والاخيره ان انت تربط اللي انت بتعمله بهدف شخصي او مهم. يعني دلوقتي انا لو عملت الحاجة الفلانية هتفسح، فعقلك هيستجيب لان العقل هيحس ان اللي انت بتعمله مش مجرد شغل، اللي انت بتعمله حاجة هتوصلك عشان تحقق حاجة انت عايزها. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من قناة جوكا اند مالك. وباي باي.